5 أعلام من أعلام الأصحاب عليهم السلام، على من يعثر عليها تسليم أمرها إلى الله، لأن عبد الله الرضيع بانتظارها أو الاتصال بالأرقام التالية أو الاتصال بالأرقام التالية: صبر دمعة صبر كفين، سهم نبار رماح مكرر سيفين. هذا ولكم جزيل الأجر والثواب. رقية بكثر ما جروا تراجيها إذنها انجرحت وطاح العجل بيها. رقية بكثر ما جروا تراجيها إذنها انجرحت وطاح العجل. لا صوتك رقية بكثر ما جروا تراجيها إذنها انجرحت وطاح العجل. تخيل موش رجليها جوتها النار، فحم صارت القاعد جوا رجليها. إلى مبدع آخر ويقول الأطباء النفسيين: أفضل علاج لمعالجة التوتر أينما كان هو الاستماع إلى القصيدة الحسينية، وخصوصا عندما يكون شاعرها الغالبي الممتع والمبدع في ذات الوقت. غزوان الغالي من لسان الحبيب محيا بذكر محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. خالد حياتك الباقية الله يحفظك. باسم شباب الزعفرانية، باسم شيوخ وجهاء الزعفرانية، وباسم قبيلة السواعد، نهدي اليوم سورة الفاتحة إلى روح خدام الحسين، وبخصوص والدك صاحب الحظ والبخت، مسبوقة بذكر الصلاة على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. الله يحفظك. ممنونين. السلام على الحاضرين جميعا ورحمة الله وبركاته. قد يكون الناس تعتبرها تبجح، لكن هو مرات المهرجان أو المجلس تشعر به روحية. فشكرا لأهل الزعفرانية، والله يوفقكم إن شاء الله. عظم الله أجوركم، تعبتوا قواكم الله. الله يرحم روح سيد جاسم الطاهر جاوي يقول: نتعب نرتاح، نجوع ناكل، نعطش نشرب ماء. بس السيدة زينب من يوم 9 محرم إلى 10 صفر ما مرتاح، ما مين طفل وطفلة زين. يقول سيد جاسم، يقول: يوم اللي رفع الإمام الحسين عبد الله الرضيع وضرب حرملة بالنبلة، ذبحها من الوريد إلى الوريد. فيقول الإمام الحسين سوى غطى عبد الله الرضيع بعباته ورجع للخيمة. أول من تلقى الإمام الحسين السيدة سكينة، قالت له: أبا يا حسين هل سقيت أخ الرضيع ماء؟ فيقول الإمام الحسين ما قال لا أسقيت ولا ما أسقيت، بس شال العباية عن عبد الله الرضيع. فهي لما ما شافت اخوها مذبوح من الوريد الى الوريد قالت له: هسه شلون اجر السهم لو عوفه وشقل لام الرضيع الراده تشوفه. هسه شلون اجر السهم لو عوفه وشقل لام الرضيع الراده تشوفه. طيحت العمود وطيحت العباس على المدلول خاف تطيح الكوفه. هسه شلون اجر السهم لو عوفه وشقل لام الرضيع الراده تشوفه. طيحت العمود وطيحت العباس على المدلول خاف تطيح الكوفه. ترى الكاروك خيمه يصير بس مقلوب، وهي سوالف الكاروك معروفه. ترى الكاروك خيمه يصير بس مقلوب، وهي سوالف الكاروك معروفه. من يشتم الحنطه النمل يطلع فوق، وسنبل كان اخوي الرقبه موصوفه. غير اللي ينشمر لازم يرد للقاع، الدم صعد لله وبلل جفوفه. غير اللي ينشمر من يشتم الحنطه النمل يطلع فوق، وسنبل كان اخوي الرقبه موصوفه. غير اللي ينشمر لازم يرد للقاع، الدم صعد لله وبلل جفوفه. حتى الجاذبيه ويا الرضيع تموت، يمكن غسلوها وطار في زلوفه. حتى
حتى الشمس بردت من جنح جبريل من قد ما يهف عليه ويطوفه. حتى الشمس بردت من جنح جبريل من قد ما يهف عليه ويطوفه. مرة بخل عليهم والسهم رده، وبابل يجهبك يا شهم سده. مرة بخل عليهم والسهم رده، وبابل يجهبك يا شهم سده. المرود يفك حزنه برمش مو بالثوب، بعين الصاحية وبالعين المرمده. المرود يفك حزنه برمش مو بالثوب، بعين الصاحية وبالعين المرمده. زليخة الدنيا كانت بستهم بحسين، ومو ثوبك سهمهم للنحر قده. صغار كبار كنا بشاربك يا حسين، العدل والميت فوق ذراعك توزده. بلال الشال صخرة وانت شايل خيل، وخاف يطيح فارس شفك تمده. بلال الشال صخرة وانت شايل خيل، وخاف يطيح فارس شفك تمده. نفس الحكمة كانت عندنا بأيوب، الدود يطيح منه وللجسد رده. صلوا على محمد وآل محمد. لا أري الصلاة عليك بمحمد وآل محمد، ونصرة الشعائر الحسينية، وبغض كل من يسيء للشعائر الحسينية من أجل الترند والمشاهدات بأعلى أعلى أعلى أصواتكم. شوية قبل لا أقرأ العباس، شوية إلهم لكل من يتسلق على جراح الحسين. ركضنا على الترند وعفنا الحسين، وربع فلان ما يرضون بفلان. ركضنا على الترند وعفنا الحسين، وربع فلان ما يرضون بفلان. تاهت والرقم غطى العناوين، حسب سعر الدفع يختار عنوان. زينب من تجي تريد المعزين، الثقال ما تهزهم خفت الالحان. زينب من تجي تريد المعزين، الثقال ما تخفهم ما تهزهم خفت الالحان. يقول صاحب كتاب العباس السيد عبد الرزاق المكرم، يقول صاحب كتاب العباس السيد عبد الرزاق المكرم: يوم 7 من محرم قطع الماء عن جيش الحسين بكتيبة من الجيش. تقدم العباس على رأس 20 فارس، أزاح الكتيبة وأزاح الجيش، ملأوا القراب ورجعوا. هجم على العباس 3 فرسان، أولهم المارد بن صديف الذي كان يمتاز بالرمح، وثانيهم صفوان الأبطع، وثالثهم عبد الله بن عقبة. مسك العباس المارد بن صديف من الرمح وأرداه على الأرض قتيلا بالرمح ذاته، وضرب صفوان الأبطع وتركه جريحا يتلوى على الأرض. أما عبد الله بن عقبة فر مذعورا هاربا من أرض المعركة. صاح به عمر بن سعد: يا عبد الله أين البقية يا عبد الله؟ فقال له: قطعنا الماء بس عباس قطعنا الماء. فقال له: أين البقية يا عبد الله؟ فقال: قطعنا الماء بس عباس قطعنا. البطن القوس مثل النبل رجعنا. قطعنا الماء بس عباس قطعنا الماء بس عباس قطعنا الماء بس عباس. البطن القوس مثل النبل رجعنا. حلم خرسان صرنا بديرة معرسين، بس يفل فهمنا وقام يسمعنا. حلم قطعنا الماء بس عباس قطعنا. البطن القوس مثل النبل رجعنا. حلم خرسان صرنا بديرة معرسين، بس يفل فهمنا وقام يسمعنا. بحيث المال واهس ينتج ويموت، بحيث المال واهس ينتج ويموت. وين نروح نلقى الخوف يدفعنا؟
حسدنا النوك بالشبخة تطول هواي، وبس ولاية العاقل تجمعنا. كنا معقلين بخوذة فوق الخيل، مدري شلون فات بصفنا فرعنا. كنا معقلين بخوذة فوق الخيل، مدري شلون فات بصفنا فرعنا. فوق الماي نبني القلعة من الجيش، وهز الجرف بيده وهيك وقعنا. تدري العودة يابس بينا اخضر صار، مو عادلين بس الماي نقعنا. تدري العودة يابس بينا اخضر صار، فوق الماي نبني القلعة من الجيش، وهز الجرف بيده وهيك وقعنا. تدري العودة يابس بينا اخضر صار، مو عادلين بس الماي نقعنا. شعر الخيمة طاح، الخيمة تال تطيح. شعر الخيمة طاح، الخيمة تال تطيح. حوت البلعيون سكون يبلعنا، ولو جا هو بالمنهم يخوف الحوت، وقبل لا حلقه ينفك والله يفزعنا. من قد ما جيفنا ترسة القيعان، وواحد فوق واحد هيك جمعنا. النسر فوق وشبع، ما تعب كف جناح للنسر اللي يجوع يقوم وزعنا. النسر من قد ما جيفنا ترسة القيعان، واحد فوق واحد هيك جمعنا. النسر فوق وشبع، ما تعب كف جناح للنسر اللي يجوع يقوم وزعنا. عبد الله الرضيع يريد حصه وياه، منعتها وعرفت تظل تتفشل. من الخيل قامت بالأحم تجفل، من تشوف ريشة تركض وتصهل. سألت الخيمة ليش براسها يشدون؟ معقولة الخيام الجابهة تهزل؟ يطب بطوله ويشق الخيم. عباس ما يقبل يدنق راسه لو ينزل. صلوا على محمد وآل محمد. نقرأ لكم الختامية لوحة بسيطة. بري الصلاة تليق بمحمد وآل محمد بأعلى أصواتكم. تعبتوا ها؟ تعبتوا؟ الحسين يستاهل. الصلاة تليق بمحمد وآل محمد بأعلى أصواتكم. نهدي ثواب ما قرأناه وسنقرأ إلى أمواتكم جميعا، خصوصا المرحوم حمد، وأيضا والدي وأموات الشعراء والحاضرين جميعا. فهذا قفيل، لكن أكون أسمع للأسف يقولون الشعراء يطلعون روايات من قلوبهم. مو أستاذ علاء هيك؟ يقول صاحب كتاب عقيلة بني هاشم الخطيب الهاشمي: جاء الأشعث بن قيس إلى أمير المؤمنين عليه السلام، فقال له: يا مولاي جئتك خاطبا وطالبا يد السيدة زينب. فقال له: اسمع يا هذا، لقد جراك ابن أبي قحافة حينما زوجك أخته أم فروة، فتلك ليست من الفواطم وأنت ليست من الهواشم. والله إن عدت بهذا الموضوع على لسانك لأقطعنه. النوب السالفة من يجيب طاريها أخلي شواربك جوات رجليها. النوب السالفة من يجيب طاريها أخلي شواربك جو. إنا وانتهت كسرة الروجة بماي، الروجة الماي ما يحفظ معانيها. منا وانتهت كسرة الروجة بماي، الروجة الماي ما يحفظ معانيها. زينب من تمر من يم نسمة صيف، مو نار وتشب بحير رجليها. عودوا من تطيح الشجرة ما تهم بيك، عودوا من تطيح الشجرة ما تهم بيك. بروحك من تشدها ما ترد ليها. من جواك راح انكتم صوت وقوم مثل ما تنكت شيوخ بخواتيها. من جواك راح انكتم صوت وقوم مثل ما تنكت شيوخ بخواتيها. زينب خرزكارة بعد عجوز الريف، للموت وخرزها ما تراويها. زينب خرزكارة بعد عجوز الريف، للموت وخرزها ما تراويها. مو سلعة ملاقط تنعرض بالسوق الرايح واللي يجرى الباوع عليها. مو سلعة ملاقط
تنعرض بالسوق الرايح واللي يجرى الباوع عليه، من ترخص الكلمة الحلق فاهي يصير، من تغلى السوالف تستمع ليه.